فكان يجي على الصباع الغلط يروح شاككني بدبوس. عزف الموسيقى من سن كام؟ بدأت أعزف الموسيقى الأول طبعا درست الموسيقى كان من وأنا عندي 6 سنين لغاية سن 12 سنة. درس كل أسبوع مرة في الفترة من سن 6 سنين ل 12 سنة مستمر بدون انقطاع. احكي لنا التفاصيل بتاعت المرة دي، كنت بتعمل ايه؟ بتروح ازاي؟ بتيجي ازاي؟ كان والدي بيبعت فراش من المعهد على بسكليتة عجلة للسيدة زينب عشان ياخدني قدامه على العجلة لغاية المعهد اللي في الإسعاف عشان آخد الدرس مع مستر أرميلاك اللي هو كان أشهر أستاذ في الكمانجة في الفترة دي، وهو اللي علم الأستاذ بتاع أنور منسي وكل الفطاحل الكبار اللي كانوا موجودين في الساحة في الفترة دي. وكنت بتروح مرة وكنت بتقعد وقت قد ايه كل مرة بقى؟ يعني تقريبا الحصة كانت تبقى ساعة ساعة إلا شوية، وباخد فيها أساليب التكنيك وأصوله، إزاي أمسك الكمانجة، إزاي أمسك القوس، ووظيفة صوابع إيه، والأماكن اللي بتتحط عليها في كل وتر إيه الاستخدامات يعني كان بيعلمني ألف ب العزف إلى أن وصلت إلى الكونشيرتوهات والحاجات الصعبة اللي بتيجي بالتدريج. ده كان في سن كام؟ من سن مثلا نقول 8 ل 12، لأن أنا بدأت التعلم من سن 6 سنين. شكل التمرين كان بيبقى ايه؟ كنت بتبقى مستمتع بيه؟ طبعا لأنه عبارة عن مقطوعات تتناسب مع المرحلة السنية اللي أنا فيها، مقطوعات من كتب أجنبية، يعني مش يعني أول لتعليم عزف بدأته كان غربي معاه؟ الكمانجا الغربي. كمانجا الغربي. بعد ما وصلت 12 سنة بقى والدي كلم أحد أصدقائه من عازفي الكمانجا المعروفين في الفترة دي، فهو اللي اداني الأسس بتاعت عزف الكمانجا الشرقي. ده كانت سنة كام؟ كان بعد لما كملت 12 سنة ولا وانت بعدها، لا بعدها طبعا، بعد ال 12 سنة؟ بعد ال 12 سنة. طب انت كنت حكيت لي حاجة ظريفة قوي في طريقة تعليم مسيو أرماني. ميسيو أرميلاك كنت حكيت لي قصة ظريفة في طريقة تعليمه ليك للكمانجا. لا ده هو كان عشان يعرفني مثلا ان اخد بالي من صباعي اللي بغلط بيه باستمرار في وضع الصوابع على العزف، فكان يجي على الصباع الغلط يروح شاككني بدبوس عشان لما يوجعني او ما افتكر يفكرك الجمله اللي ما كانش بيضايقك التصرف ده؟ لا 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 بالعكس، ده كان يعني هو كان رحيم جدا بيا في التعامل والحاجات دي، وحتى لما كان بيشكني شكه خفيفه، يعني مش